السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم عمار حسين، وعودة من جديد على قناتي على اليوتيوب. والموضوع النهاردة هنتكلم فيه هو الصراع العربي الإسرائيلي، أو بالتحديد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتحديد ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتحديد قطاع غزة تحديدا. ماذا يحدث؟ الموضوع يبدأ من أحداث السابع من أكتوبر 2023 بالعملية التي قامت بها حركة حماس، والتي على أثرها تم القضاء على مجموعة كبيرة من الإسرائيليين، وما تبعتها من أحداث، وهو احتلال قطاع غزة أو محاولة احتلال قطاع غزة. إسرائيل استغلت عملية السابع من أكتوبر للقيام بعملية كبيرة ضد حركة حماس. الهدف المعلن منها هو القضاء على حركة حماس والسيطرة على الأنفاق وعودة الرهائن المحتجزين مرة أخرى. ولكن هذا هو الظاهر، أما الباطن والذي يحدث إلى الآن، ونحن نمر في حوالي 4 شهور وندخل على الشهر الخامس، هو ليس القضاء على حركة حماس تحديدا ولا عودة الرهائن تحديدا، ولكن الهدف المبطن المعروف للجميع هو إعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وأن تقوم إسرائيل بكسب أرض جديدة لتضمها إلى دولة إسرائيل. هذا هو كل من ذو عقل ويفهم هذا، مجريات الأحداث تدل وتؤكد على ذلك. في السابق كانت المعارك بين حركة حماس وإسرائيل كانت تكون في خلال أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير، وتقوم بعض الدول بالتدخل وتنتهي الحرب. ولكن هذه المرة الأمر مختلف. ده الحرب مستمرة من حوالي 4 أشهر وداخلها في الشهر الخامس، وهناك محاولات من إسرائيل لاستغلال الحدث الذي قامت به حركة حماس، وتحاول احتلال قطاع غزة وإخراج سكان قطاع غزة خارج القطاع لكي تقوم إسرائيل بضم القطاع إلى إسرائيل. ولكن هناك مقاومة شديدة من حركة حماس والشعب الفلسطيني وشعب قطاع غزة. طبعا كلنا بندعي ان ربنا ينصرهم وربنا معاهم، لان ما قامت به اسرائيل حتى الان في خلال 4 شهور هو فيما يشبه بالابادة الجماعية، بقتل واستشهاد الاف الفلسطينيين في قطاع غزة، واصابة العشرات الالاف في القطاع المحاصر، فيما يشبه بالمجزرة والإبادة الجماعية. ولا بد أن يكون هناك موقف قوي من المجتمع الدولي وأخص دول الجوار في نطاق الاختصاصات، لأن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو ليس الهدف منه كما تقول إسرائيل هو القضاء على الأنفاق وعلى حركة حماس وعودة الرهائن، بل ما يحدث هو تطهير عرقي وجسدي للشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية. وإنهاء القضية الفلسطينية يتم عن طريق أمرين: أولا القضاء على سكان قطاع غزة بإخراجهم من القطاع عشان يروحوا على الحدود مع مصر، وبالتالي الدخول لسيناء، وبالتالي قطاع غزة ينضم لإسرائيل. ثم بعد ذلك التفكير في القضاء على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وإخراجهم هم الآخرين إلى حدود الأردن وضمها هي الأخرى، وتصبح إسرائيل كما هي تحلم بضم قطاع غزة والضفة الغربية للقدس، وطبعا وتصبح إسرائيل الكبرى. ولكن هيهات هيهات، لابد أن يتكاتف الجميع مع فلسطين، سواء مع سكان وأهالي قطاع غزة أو سكان وأهالي الضفة الغربية، لوقف ما يسمى بالمذابح الإسرائيلية على قطاع غزة وفلسطين. وطبعا ما فيش أكتر من أن إسرائيل تحاول الآن السيطرة على محور فيلادلفيا، ومحور فيلادلفيا لو سيطرت عليه هناك تكون مشكلة مع دولة مصر، لأن هنا انتهاك للسيادة المصرية على المحور، وبالتالي تكون إسرائيل قرب الحدود المصرية سواء في محور فيلادلفيا أو في معبر رفح. وهنا احتمال كبير أن تقوم معركة كبرى في الشرق الأوسط بين دولة مصر ودولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي المحتل الغاصب. هناك أمور كثيرة تلوح في الأفق. هل ستكون هناك معركة كبرى
لا نتمنى أن تكون هناك معركة كبرى إلا الخاسر فيها هو الجميع. والشرق الأوسط ملتهب الآن، ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين من ناحية، وما يحدث على حدود الأردن من ناحية أخرى، وما يحدث في العراق، وما يحدث في السودان، وما يحدث في سوريا، وما يحدث في اليمن، وما يحدث في البحر الأحمر. هناك شرق أوسط ملتهب، والجميع ينذر بأن هناك حرب عالمية قادمة جديدة. نتمنى تدخل العقلاء، ونتمنى السيطرة على الموقف في قطاع غزة. لا، الشغل الشاغل الآن هو لابد أن يتم حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مما يحدث له من عملية إبادة جماعية وقتل ممنهج ومحاولة لتصفية القضية. أتمنى تدخل عاجل دولي، ولابد أن يتم استغلال ما حدث في محكمة العدل الدولية بالإدانة الواضحة والصريحة لدولة إسرائيل، بأن يتم وقف الحرب فورا، أن يتم علاج الفلسطينيين فورا، أن يتم إعادة الشعب الفلسطيني لأرضه في قطاع غزة فورا، ولابد أن يتم وقف الحرب وتجنب الشرق الأوسط كله معركة عالمية جديدة. شكرا جزيلا.